بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ والحمد لله ننتهي. حلقة جديدة من أكلات واحد نوح جايلكم النهاردة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة كده الكفتة. طبعا الكفتة اللي هي البيتي اللي هي بالرز احنا عملنا نص كيلو رز على نص كيلو لحمة بشبت وكزبرة وبقدونس وتوم وبصل وتوابل، وعملناها عند الجزار. النص كيلو ده اتعمل لي أنا 4 طبخات ل6 أشخاص، فالنهارده جايه اعملها لكم عشان الاطفال بطريقه البطاطس، بس بطاطس كور صغيره. الكفته برضه هنعملها زي نظام الكوبيبه، فهتشوفوها طريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا انا حطيت زيت، مش عايزه سمنه لان دي اطفال، فعايزه ايه الحاجه تبقى خفيفه. دي بصلايه صغيره انا مقطعاها بالشكل ده، استنى عليها تدبل بس شويه وهرجع لكم. انا هبدا استغلالا للوقت ان انا هحمر الكفته والبطاطس. طبعا ده حوالي 8 كيلو لحمه، لان انا قسمت الكيس على 4 فعمل لي 21 كوره من دي. انا قصده الكور دي عشان انا هحط البطاطس الكور دي، وهوريكم على طريقه الرز الابيض كده، هوريكم شكل ايه حلو قوي للاطفال. انا مستنيه بس الزيت يسخن لان عايزاه سخن. هبدا انزل بالكور. انا ليه حطيت الكفته الاول؟ لان البطاطس بتلقط طعم اي حاجه، فانا عايزاها تلقط طعم الكفته. احمرها ورا الكفته. هي ما بتاخدش وقت خالص، ما ننساش عليها ابدا، على طول كده 5 دقايق هتلاقيها احمرت. وبعدين هحط بقى الملح ومعلقه شطه. بصوا انا عايزه اللون ده لان مش عايزاها تبقى تقليه. ماشي، دي صلصه انا قوطه بزيت ومصلصاها زيت بس وملح، فانا عايزاها في يوم كده ان شاء الله اعمل لكم فيديو للصلصه وطريقه التخزينات، فبتبقى سهله قوي، بتسهل عليك حاجات كتير. انا عايزاها الشكل ده عشان ايه تبقى خفيفه. انا هطلع الكفته لان انا عايزه اللون ده كده. هبدا احط البطاطس. بعدين رجعت لكم انا عايزاها هي ميديوم كوك كده، نص تسويه، بس تكون ايه محمره، عشان كده هنسويها في الصلصه. فهحط عليها وهحطها قدامكم في الصلصه، وان شاء الله قريب قوي باذن الله ان انا هنزل بوفيه مفتوح، وهنزل شغل خزين ثلاجه. طبعا المدامات اللي تحت عارفين يعني ايه خزين ثلاجه، فمعايا فريق عمل مش بنزل لوحدي. واديكم جربتوا الاكل وشايفين الطريقه، ان شاء الله تعجبكم. برضو حلم حياتي ان انا اشتغل في قناه مشهوره، قناه تلفزيونيه، اقدم برنامج فيها يبقى باسم اكلات واحد نوح. حطينا الكفته برضه اهو. ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه اللي هيعجب الاطفال قوي. هيتغرف على رز ابيض. فانا يا حبايبي حلم حياتي ان انا افتح محل يبقى واحد نوح بجد كده على الطبيعه، وذوقوا احلى اكل بدوي، اكل صعيدي، اكل مصري اصيل، اكل مودرن. هتشوفوا احلى اكلات، لاني انا هوايتي وشغل الشغل هو الاكل. بحب الاكل قوي وبحب الطرق البسيطه بس بيبقى فيها تكه جديده، واديكم مجربين. الاكله ديت ما بتاخدش اصلا ربع ساعه، لان انا يعتبر كل حاجه جاهزه. هتعجب الاطفال قوي وبتعجب الكبار قوي. انا مجرباها. وعلى فكره في صوت من شويه طلع في الفيديو ده صوت وعده حفيدتي. وعده دي تحس انها التوأم بتاع شهد، فملازمانا في كل حته. فانا برضو في يمكن هوريها لكم كده هي وشهد. فان شاء الله انا هستنى بس تستوي عشان اجهز للرز الابيض. بايبي انا زدتها ميه حوالي نص لتر ميه، وحطيتها ايه على نار هاديه تستوي الكفته بالبطاطس. بس انا حابه اتكلم معاكم شويه. ان شاء الله هجيب لكم طرق كتيره للاكل بالطريقه الهاديه، يعني زي البطاطس المحمره ازاي نعملها بطريقه المطاعم تحت على نار هاديه. طيب انا ان شاء الله باذن الله ناويه انزل الشغل وفريق عمل معايا. ده اي حد فيكم حفله محتاج حفله كبيره فيها نظام البوفيه المفتوح، نظام خزين ثلاجه، نظام خطوبه، نظام فرح، محتاجنا هيتصل وهيتواصل ايه على الرقم اللي هيظهر ايه قدامكم على الشاشه.
فده رقم خاص بينا، وهتتصلوا في اي وقت هتلاقونا ان شاء الله فريق عمل. انا معايا فريق عمل متكامل، بننزل شغل تحت. طبعا احنا مش بنصور الشغل اللي تحت لان بيبقى في شغل مثلا نظام فيلا نظام بيت كده، بس ايه بنصور لكم الفيديوهات دي ايه في مطبخي انا. فطبعا انتوا شايفين طريقه الشغل وطريقه النظافه وطريقه الاكل، حتى لو هي بسيطه بس والله بتعجبكم وبتعجب الناس تحت يعني. الناس كتير قوي عجبها. وعملت نظام بوفيه مفتوح، وكان الصنف الرئيسي فيه كان الكشري باللحمه. كان عاجب ايه، كان عاجب الناس ايه، كان عاجب الناس قوي. فان شاء الله ايه، وبنعمل الطواجن والعيش الرحالي وكده، فبنعمل الحاجات دي كلها. فان شاء الله ايه، طبعا غير المحاشي وغير المكرونات والحاجات دي كلها ايه بنعملها. فطبعا بنعمل نظام ايه فرح او خطوبه او بوفيه مفتوح، بيبقى معايا ايه فريق. فان شاء الله باذن الله باذن الله اللي عايزنا يتواصل ايه على الرقم اللي هيظهر ايه قدامه. ده حلم حياتي ان انا فعلا انزل شغل كتير، وحلم حياتي ان انا برضو ان انا اشتغل في قناه، ومش حكايه شهره بس، هو حكايه هو ده شغل. انا بحب الشغل، وبحب وهوايتي قوي ان انا ايه ان انا اشتغل شغل طبخ. انا بشتغل شغل تاني على فكره، بس ايه هوايتي قوي وحبي قوي ان انا اشتغل ايه الحاجه اللي بحبها هو ايه شغل الطبخ. وانتوا والله الاكل هيعجبكم، لان الحمد لله في الكومنتات بتبعتوا لي ان الاكل ايه مقبول وعاجبكم كده، فالحمد لله يعني. دي حاجه مشجعاني، انتوا اللي مشجعيني على فكره ان انا استمر. برضو رجاء مني ليكم كده انكم ايه موضوع الاشتراكات تزودوها لي، لان كل ما تزودوا لي في الاشتراكات كل ما بحس انكم انتوا ايه زي ما انا بحبكم بتحبوني. ف الاشتراكات واللايك والشير، دي بحس ان كنتوا بتدعموني وان كنتوا متواصلين معايا. وانا على قد ما اقدر ان شاء الله اصور لكم فيديوهات بطريقه جديده، طريقه تخزينات في الفريزر، ازاي ان احنا نخزن اكل بالاسبوع وبالشهر. طبعا ايه دي بنعمله احنا تحت شغل اسمه شغل ثلاجه، بنعمله. ناس كتير جربوا اكلنا، شغل يعني بيبقى جاهز على التسخين ده وعجبهم قوي. فان شاء الله برضو ايه اللي يعوز الموضوع ده احنا تحت امره. وكل سنه وانتم طيبين. وهشوف انا كده هرجع اشوف الكفته استوت ولا لا، وعشان هعمل الرز. وافتح عليها قدامكم وهنشوف ادي الشكل اللي انا عايزاه. استوت قدامكم اهي. خد البطاطس قدامكم، انا هرفع عليها كده وهنغرف منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.